اسكوبار الصحراء وسعيد الناصري وعبد النبي البعيوي. وشنو العلاقه ديال هذا الموضوع وديال هاد الناس بالفنانه لطيفه رأفت؟ اليوم كانت الجلسه بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسه اللي كان فيها عبد النبي البعيوي. اول سؤال سولوا على العلاقه الحميميه اللي كانت عنده مع ساميه اللي كتعتبر الزوجه الثانيه ديالو. قال له سيدي الرئيس هاد السيده كانت عندي معاها علاقه وحملات 6 شهور وهي حامله، وكيقول باللي اتصلوا به الناس اللي كيعرفوه وقالوا لي خصك توثق هذا الحمل ويدار عقد. قال لهم ماشي مشكل، هذه البنيه ديالي ما عندي ما ندير. مشى هو وياها لمدينه برشيد وداروا العقد. هنا سيد الرئيس قال له انت كيفاش غير جيتي وسنيتي؟ راه كاين واحد الوثائق من قبل خاصك انت تجيبهم. هنا البعيوي جاوب الرئيس قال له راه هي اللي تكلفات، وكيف ما كتعرفوا القواعد ديال الزواج خاصها تكون عندك شهاده طبيه وشهاده اداريه واش فيها العزوبه ام ارمل ام مطلق. هنا السيد الرئيس واجه البعيوي بالتقرير ديال الشرطه القضائيه، لان الشرطه القضائيه ملي مشاو للمقاطعه لقاو هذيك الوثيقه الاداريه اللي جاب البعيوي وثيقه مزوره، لا الاسم ولا الكاشف، هذيك الوثيقه كلشي مزور. جاب وثيقه اداريه فيها عازب، والسيد الرئيس واجه البعيوي بهذه الوثائق. هنا السيد الرئيس طرح على البعيوي واحد السؤال، قال له الزوجه الاولى ديالك خبرتيها؟ جبتي الموافقه ديالها؟ قال له لا. قال لي حقا ما حقا ما غتقبلش الموضوع في الاول. قال من بعد ايام ومن بعد مده ونواجهها، وقال لي بدليل راه دابا كلشي بخير وعلى خير، والابنه ديالي من الزوجه الثانيه راه كتمشي عند الزوجه الاولى وكتكون مع ولادي. والموضوع الثاني السيد الرئيس ناقش مع البعيوي الموضوع ديال السيارات الخمس، هاي هذوك الشاحنات ديال المالي واللي باعهم البعيوي. هو اعترف باللي بصح شراهم من عند المالي، وقال ملي شريتهم من عند المالي صعبت عندي الامور نظرا للاجراءات اللي كتطلب وقت. قال لي حقا ما حقا راه بقاو عندي هاد السيارات بلا اوراق. هنا السيد الرئيس قال له راه وحده من هاد الطوموبيلات او شبيهه ديالها هي اللي حصلت في الجديده ب 40 طن ديال المخدرات. غادي يقول له لا راه ماشي هما هذوك. هذا الجواب ديال البعيوي. زائد السيد الرئيس قال للبعيوي باللي الترقيم اللي كاين داخل هاد الشاحنات كله مزور، وقال لي هادشي بناء على التقرير ديال الشرطه. والسيد الرئيس واجه البعيوي بالمعطيات وبالصور اللي فيهم الماتريكول اللي كان في الاول، الترقيم اللي كيكون داخل الشاحنه. قال لي هاد الارقام كلهم مزورين. والبعيوي هنا جاوب الرئيس قال لي انا ما عنديش الصله بهذا الموضوع. هذا كيبقى الجواب ديال البعيوي، وغادي يمشي معاه السيد الرئيس للموضوع الثالث اللي كيتعلق بعلاقه البعيوي بالمخدرات. هنا السيد الرئيس واجه البعيوي بتصريحات المالي، كيفاش تعرف عليه وكيفاش بدات العلاقه ديالهم وكيفاش بداو الخطط في التجار الدولي في المخدرات. والسيد الرئيس اعطى البعيوي بعض الارقام اللي عطاهم المالي، ها 5 طن، ها 10 طن، ها 40 طن. والبعيوي مجرد بدا كيسمع هادشي انهار بالبكاء، بدا كيبكي امام الهيئه وقال للرئيس انا بكيت مره واحده ملي مات ليا الاب ديالي، والثاني ملي جبتي لي هذا الموضوع ديال المخدرات ما قدرتش نصبر. قال لهم هادشي كله كذوب، وقال لهم السبب علاش بديت كنبكي لان الام ديالي كتقول لي واش وليدي كنتو معيشيني بالمخدرات. ولكن هنا السيد الرئيس قال لي من حقك تعبر على الراي ديالك، ولكن راه المالي كيقول باللي راكم درتوا عمليات كبار ديال التهريب الدولي في المخدرات وداك الشيء بالدليل. يعني السيد الرئيس كان معاه دقيق وكيهضر معاه بالادله. والجواب في الاخير ديال عبد النبي البعيوي قال له انا لا صله لي بالمخدرات. زائد سولوه على الشقق اللي باع المالي، والرئيس تكلم مع البعيوي بالارقام وبالوثائق. والجواب ديال البعيوي قال لهم انا هادشي كله ما فراسيش. قال لهم كاينه واحد المسؤوله تجاريه هي اللي مكلفه، والمحكمه عطاتو المهله ديال اسبوع باش يجيب الوثائق اللي كتبت هادشي. وهنا السؤال المطروح كيفاش غادي تكون واحد العمليه ديال البيع والشراء بلا ما ياخذوا الراي او الموافقه ديال الرئيس المباشر اللي هو البعيوي، لانه شكون اللي مسؤول على هذيك الشقق؟ البعيوي والاخوه ديالو. المهم في نهايه الجلسه قررت غرفه الجنايات الابتدائيه بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء مجموعه من الاسماء في هذا الملف ديال اسكوبار الصحراء. ومن بين هذه الاسماء كاينه الفنانه المغربيه لطيفه رأفت واللي هي الزوجه السابقه لاسكوبار الصحراء، وكاين عبد الواحد شوقي برلماني باسم حزب الاصاله والمعاصره، الى جانب ابن الرئيس السابق ديال نادي وداد البيضاوي سعيد الناصري. كما قررت الهيئه استدعاء طليقه عبد النبي البعيوي المسماه ساميه والوالده ديالها جميله، وكذلك واحد الاسماء كاين سميره وخالد وعبد الصمد والسائق نبيل وزين العابدين وكريم. كما ان دفاع المتهمين التمس استدعاء اسكوبار الصحراء الحاج احمد بن ابراهيم قصد اجراء مواجهه معه امام